مساء الخير، عاملين ايه؟ وحلقة جديدة في برنامج خط الستة. طبعا بعد خسارة النادي الأهلي قدام نادي الزمالك في ماتش السوبر، أخطاء كتيرة وتخاذل كتير من اللعيبة، وكمان مع التخاذل ده حصل إن لعيبة الزمالك ومدرب الزمالك أجبروك على كذا حاجة تعملهم. هنتابع مع بعض الكلام ده كله في الحلقات. أتمنى بس في الأول قبل ما نبدأ طبعا اللايك بتاعك الجميل، ولو انت مش مشترك في القناة وعاجبك التحليل يا ريت تشترك، ولو انت ليك رأي ممكن تقوله في التعليقات ونتناقش مع بعضنا. نبدأ مع بعض الحلقات اللي ادت الزمالك المبادرة في ان هو يكون اقوى منك في المباراة. لو احنا بنتكلم في بداية الماتش، فانت مش قادر تطلع بالكورة، انت مش قادر تخرج بالكورة ايا كان طريقة لعبك. انت عندك هنا المفروض رامي ربيعة، المفروض ان هو اخر فترة هو اللي بياخد الكورة ويقدر يخرج الفرقة ويطلع بيها، وعندك اتنين في نص الملعب او ثلاثة في نص الملعب، امام عاشور منهم مش موجود. فانت المفروض ان انت الناس دي بتنزل تستلم وتبتدي تطلع بالكورة. الكورة هنا احنا في بداية المباراة في الدقيقة 18، هنا رامي ربيعة وهنا ياسر، اتنين ماسكينهم. يضطر محمد الشناوي يلعب الكرة طولية تروح للعيبة الزمالك يعملوا عليك هجمة. كرة تانية، لو بصيت حجم الإفلاس اللي كان عند لعيبة النادي الأهلي وكولر كمان معاهم، هنا احنا بنتكلم في الدقيقة 28 و42 ثانية. اتفرج كده، لعيبة الأهلي مش قادرة تطلع بالكرة 3 4 دقايق. الكرة بتتلعب من ياسر لرامي، من ياسر لرامي، والموضوع بيتكرر كتير. ياسر لعبها لرامي، هنمشي بسرعة، راحت ليحيى عطية الله، رجعت تاني لرامي، رامي بيلعبها لياسر، ياسر بيرفع ايديه، احنا مش لاقيين حد نلعب له. ترجع تاني لرامي، رامي يلعبها لياسر. كل ده احنا في نفس الهجمة. نزل مروان عطية خد الكورة، بس لو خدنا بالنا بص نص الملعب بتاع نادي الزمالك كلهم قافلين، وامام عاشور اللي لسه هنجيله. الكرة راحت لمروان عطية، لعبها لرامي، رامي تاني لياسر، ياسر لأكرم، اكرم حطها لبيرسي تاو. طب يا بيرسي تاو هنطلع، لا بيرسي تاو راح رجعها تاني في دقيقتين. النادي الاهلي بيباص الكوره، رامي ياسر، رامي ياسر، ومفيش حد بينزل يستلم، وحتى اللي بينزل ما عندوش الابداع والقدره ان هو ياخد الكوره ويلف ويرجع بيها. كمان من الحاجات اللي كان يفتقدها النادي الاهلي هي ضغط النادي الاهلي السيء، اللي هو ضغط عالي بس مش عالي خالص. انت المفروض ان انت بتطلع بعدد 5 أو 6 لعيبه على الزمالك في الجزء الامامي بتاعه وهو بيحضر. هنا الكرة مع حمزة المسلوسي، هنا امام، وادي حسين، وادي مروان، وادي وسام، وادي بيرستاو، وادي اكرم. لو الكرة هنا بتتلعب، امام وقف، كله وقف، الكرة اتلعبت عدت نص الملعب، الجزيرة ريحها الناصر. بص ناصر راح فين؟ ناصر كمل، كمل. مين اللي جاي من هنا؟ ده بص الجري، بص بيرسي تاو مفيش ارتداد، بيكمل، سبق برضه بيرسي تاو، راح حطها واتلعبت بالعرض، والكرة دي طلعها رامي ربيع. حاجة برضه كانت بتميز الزمالك في الماتش ده، ان الزمالك برغم زي ما قلنا قلة امكانيات اللعيبة اللي في الخط الخلفي، فالزمالك ما كانش بيطلع ابدا بكرة طولية. الكرة دايما كان بتطلع بباص طولي يقطع الخطوط ويكسر الضغط الضعيف جدا بتاع النادي الاهلي. لو خدنا بالنا هنا الكرة مع المسلوسي راحت لحسام، حسام لعبها للمسلوسي، لعمر جابر، كل ده احنا بنحضر. راحت نص الملعب، من نص الملعب رجعت تاني للمسلوسي، بيحطها لعواد، عواد لحسام عبد المجيد. هنا مفيش تطفيش، لو خدت بالك هنا في خيارين ان انا اقدر العب لهم الكرة اتلعبت هنا لبنتايج، بنتايج حطها بالكعب، راح مصطفى شلبي هو ولعبها للجزيري، والكرة كانت خطرة جدا لولا رامي ربيعة طلعها. الكرة دي كانت مع لعيبة النادي الأهلي، وكان تكاسل جامد جدا من إمام عاشور إن هو يرجع، لأن الكرة دي اتقطعت منه، راحت في نص الملعب. هنا لعيبة الزمالك قطعت الكورة، بننقل الكورة راحت. بص لو خدت بالك 2 4 6 7 لعيبة، يعني فاضل 3 لعيبة من النادي الأهلي، في 3 من نادي الزمالك رايحين عليهم. استلم الجزيري، حط الكرة طولت وراحت لدفاع النادي الاهلي. هنا الكرة مع عواد، 2 فاتحين له، 2 بس عليهم رقابة. لو خدنا بالنا انت بتتكلم هنا في 6 لعيبة من النادي الاهلي بيضغطوا ضغط المفروض عالي بس مش عالي. الكرة اتلعبت لحسام عبد المجيد، كله راح عشان يضغط على حسام عبد المجيد، المفروض ان هو نقطة ضعف في نادي الزمالك. الكرة راحت لبنتايج، بنتايج لعبها لمصطفى شلبي، مصطفى شلبي خد الكرة ولف، هاني ضغط، قطع الكرة اتقطعت منه. قلة
يعني شراسه هجوميه او دفاعيه او شراسه على الكوره مش موجود. الكرة اتقطعت منه، هل في ارتداد؟ مفيش ارتداد لولا الحكم صفر والكرة اتحسبت فاول. تاني وتالت ورابع قلنا ان لعيبه النادي الاهلي بوقوفها كده انت مستني كرة طوليه، فكره ان يقفوا اربعه قدام عند في الخط الهجومي كلهم على خط واحد، فانت مستني كرة طوليه، مش مستني حد يسقط في نص الملعب اللي ما فيهوش حد من لعيبه الاهلي، اللي كله لعيبه الزمالك، اللي اصلا المفروض ان انت لعبك كله يبقى ضغط على نص الملعب اللي فيه ناصر ماهر وعبد الله السعيد ودونجا. كرة هنا مع ياسر نفس القصه، احنا بنتكلم في اول الماتش، مش حاجه بعيده. في الدقيقه 2 و25 دقيقه راحت لرامي، رامي بيدور مش لاقي حد يلعب له، رجع رامي لياسر تاني، بياسر كله واقف بيلعبها الاكرم، كله واقف. بيرسي تاو نزل، بس نزل معاه مصطفى شلبي، طب اجري انت يا هاني هنا، افتح هنا اهو. مفيش. الوحيد اللي كان بيتحرك في الماتش ده هو اسامه ابو علي. امام عاشور برضو زي ما هو واقف في نفس المكان، برضو الكرة مع اكرم، حد يفتح له عشان يلعب له الكرة، مفيش. لعب الكرة الرامي، رامي بيلعبها برضو لمروان عطية، مروان عطية بيحطها ليحيى عطية الله. كل ده لعب سلبي. انت بتتكلم في، احنا في اول الماتش والزمالك فرض عليك ان انت تلعب كده. راحت الكرة ليحيى عطية الله، لعبها لحسين، حسين رجع تاني الرامي، ورامي لياسر، وادينا بنعيد نفس الكلام وبنعيد نفس الفكرة. ياسر ورامي اكتر اتنين لمسوا الكرة في الماتش. راحت لاكرم، اكرم حاول يطور ما عرفش، رجعت لياسر تاني، نزل بيرسي تاو خد الكوره، مفيش ابداع عند بيرسي تاو ان هو يطلع بالكوره، فراح حاططها الناحيه التانيه خالص. راحت طوليه، رجعت الكوره بعد محاولات كتيره، رجعت لامام. المفروض ان هو يعني، بص لو خدنا بالنا هنا، المفروض امام هنا يطلع حسين الشحات وتبقى هجمه، لا انت معمول قدامك بلوك، راح شايط، راحت الكوره خبطه في دفاع نادي الزمالك. نيجي لامام عاشور، اللي هو المفروض يعني ان انت لعيب، انت اللي هتلاعب الفرقه، انت امهر واحد في نص الملعب في الثلاثه اللي موجودين. امام عاشور واقف دايما قدام زي ما قلنا. هنا الكرة فاتح يحيى عطية الله، وادي حسين، ادي امام رافع ايديه، الكرة هنا بتتلعب الناحيه التانيه، امام موجود، تحرك ضعيف، خد الكوره، طب حط التو ليحيى عطية الله، لا انا هتفزلك، هرقص، الكرة اتقطعت منه تاني. ادي امام عاشور موجود هنا، وادي حسين الشحات ويحيى عطية الله. احنا بنتكلم على 3-1 ليه؟ طب ما انا اعمل انتشار وسام يجي كده، امام يرجع لورا شويه، مفيش. ادي امام في نفس المكان في كل الماتش، هتلاقي امام في نفس المكان هنا ماسك عمر جابر. معاك ان دي تركه ان انت بتفضي للباك او للجناح، بس مش في اوقات انت عندك اللاعب المفروض عندك ذكاء، المفروض انت تتحرك في المكان الفاضي. الكرة هنا اتقطعت، المفروض ان احنا كفرقة يعني الكرة اتقطعت مننا، احنا بنضغط ضغط عالي او الكرة في رجلينا كلنا بنرتد. ادي امام لو خدنا بالنا الكرة بتكمل، امام بيختفي، امام الكرة راحت نص الملعب، امام مش موجود، امام مش موجود، الكرة اتقطعت. فين امام؟ امام واقف في مكانه هنا، امام ما اتحركش من اول الهجمة، من اول ما كانت مع لعيبة النادي الاهلي لحد الكرة ما اتقطعت ورجعت للعيبة النادي الاهلي. الكرة هنا مع رامي، برضو امام هنا واخد تمام مكان كويس وكل حاجه. الكره اتلعبت، راحت رامي ربيعه، طب افتح يا امام هنا، خلاص رامي ربيعه كمل بالكره، افتح يا امام هنا، رامي ربيعه ما لقاش حلول لان دي مقفوله ودي مقفوله، هيلعب لمين؟ فضل لما الكره اتقطعت وراحت هجمه مرتده على النادي الاهلي. بص امام هنا، انت كلاعب رقم 8، انت المفروض انت الحل للعيبه دي، ان انت تستلم الكره وتخش انت بيها، انت اللي تقدر تبقى الحل الثالث لاي لاعب مش لاقي حد يبصيله، انت اللي تنزل له. كرة تاني هنا، ادي امام عاشور، كرة مع لعيبة نادي الزمالك، امام عاشور هنا المفروض ان انت ماسك لاعب. بص بقى اللي هيحصل، برضو الاتنين على نفس الخط، امام بيكمل، امام واقف، كرة بتتلعب، فين امام؟ انت مع اللاعب ده، مروان عطية رحل، اكرم توفيق رحل، ده مع مين؟ دي وظيفتك، انت تنزل هنا، انت تنزل هنا. بص ده رايح لوحده على دفاع نادي الاهلي، الكره بتتلعب 1 2، بتكمل بتروح ناحيه الشمال، ياسر بيطلع الكوره. كره تانية هنا بتتلعب، هنا زيزو وهيلعب كره عرضيه، الكره دي كانت رميه تماس. لو خدنا بالنا هنا امام عاشور واقف في نص الملعب تمام وتمركز كويس وكل حاجه، الكره اتلعبت بالغلط راحت لامام عاشور، بدل ما يعني المفروض ان انا راجل يعني حريف، بدل ما اخد الكوره وامشي في اتجاه عمودي عشان العب هنا اللاعب النادي الاهلي ده، لا دخل عليه الاتنين دول راحوا قاطعينها. ليه؟
فزلكه زياده، الكره طالت منه، بدل ما تبقى هجمه مرتده راحت هجمه تاني على النادي الاهلي، راحت ليحيى عطيه الله، لعبها لمروان عطيه، مروان عطيه لعبها طوليه، راحت عند امام عاشور تاني، امام عاشور تاني، كمل يا امام، لا انا هرقص، انا هرقص، رقص وراح حاطط الكره طوليه، بدل ما يحطها هنا في نص الملعب هنا، راح حطها طوليه الناحيه دي، طلعت في الاوت. هنا الكره مع محمود بن تاي بيلعب الكره دي فاول. بص هنا لو خدنا بالنا امام عاشور هنا اهو، اهو المفروض ان انت ماسك المان ده، الكره اتلعبت هنا، كره سريعه، امام اهو، والمان ساب امام خالص، الكره اتلعبت وراحت ناحيه الشمال، امام وقف، الكره اتلعبت بالعرض، طلعها الشناوي، راحت الناحيه التانيه، روح يا امام انت، بدل ما الدفاع سحب نفسه كله هناك، لا انا واقف. تمام، انت واقف وساد ومالي فراغ ومالي مساحه وبامن الكره التانيه اللي على ال 18. تمام، الكره اتلعبت بالعرض، فين امام؟ ساب نفسه، ساب المكان اللي كان ماسكه هنا وراح ساحب، راح على الخط. طب ليه؟ طب انت المفروض كنت واقف صح في الاول. ايه اللي يخليك والكوره مع لعيبه نادي الزمالك ان انت تسحب نفسك وتطلع كده وتسيب ال 18 ده عريان؟ في 2 لعيبه موجودين على ال 18، الكره دي لو اتلعبت واتردت من الدفاع او اتلعبت بالعرض لورا، الكره دي جون. ده امام عاشور، الكره معاه، الكره مع امام، حط هنا وخد التو وروح انت، يعني حط الحسين وخد التو وروح انت، لا انا هكمل واحاول اتفزلك بالكرة والكرة تتقطع مني، طبعا مفيش اي مشكله، الكرة اتقطعت من غير فاول. هنا الكرة مع امام عاشور، حط دي الكرة اللي احنا قلنا عليها من شويه في الضغط بتاع نادي الزمالك، حط هنا لحسين الشحات، وحسين الشحات هيروح ويخش ال 18، الدنيا مفتوحه قدامه، لا انا هسدد ومعمول لي بلوك، هسدد وايا كان اللي هيحصل انا هسدد الكرة. هنا الكرة مع حسين الشحات، ادي امام تاني استلم الكرة. انت المفروض ان انت راجل يعني زي ما قلنا كوير بتعرف تلعب كوره، المفروض ان انا استلم الكوره دي مش وشي لملعبي، لا المفروض استلم الكوره وانا بجنب عشان اقدر اخد الكوره واكمل، لا لما استلمها ظهره للجزء الهجومي بتاع النادي الاهلي، اضطر يلف بيها كده اهو، يعمل بيها لفه كده فاتقطعت منه لانه استلم الكوره غلط وراحت هجمه لنادي الزمالك. نيجي ندور على امام اللي اتقطعت منه الكوره، ادي امام هنا، لا الكرة بتتلعب، بص نص الملعب، المفروض ان اجيبها لكم الاول، المفروض ان اللاعب ده مع امام عاشور والكرة دي مقطوعة من امام عاشور اصلا، الكرة راحت ناحية اليمين، طب عدل يا امام وضعك، الكرة كملت وراحت، ده عبد الله السعيد، كمل امام هنا، المفروض ان ده المان بتاعك، ده اللي قطع منك الكرة اللي عنده 39 سنة، كمل معاه، لا عدل يا امام، ما عدلش امام، فضل واقف، الكرة بتتلعب تاني وبرضه امام واقف مكانه، والكرة راحت هجمه، والكرة دي عدلها ناصر ماهر وشايطها، الكرة عدت جنب العارضه بسبب استهتار امام في ان انت مش قادر تخرج بالكرة، وان انت مش قادر ترجع تدافع قصاد واحد انت يعني نص عمره بالظبط، يعني انت لو انت عندك 23 سنه فانا عنده 39 سنه او 40 سنه عبد الله السعيد. كرة تاني هنا، كرة ناحيه اليمين، هاني مكمل بالكرة هنا، امام اهو موجود في نص الملعب، كرة راحت لبيرسي تاو، راحت هاني حطها لوسام، المفروض ان انت راجل 8، وسام خد الطرف اليمين، المفروض ان انت تكمل مكانك، ما يبقاش هنا خلاص، انت اللعب مش ناحيتك، المفروض تكمل هنا على الاقل يبقى في حد في ال 18، راحت لوسام لعبها بالعرض، لعبها هاني حطها بالعرض، مين هنا في ال 18؟ بص امام فين؟ المفروض وجودك هنا بيعتمد على ان في مهاجم في ال 18، فلعيبه الخط الدفاع هتلعب الكوره او المهاجم هيلعب الكوره فتترد فانت تقدر تعمل تسديده، لكن انت وجودك هنا ايه لازمته؟ ملوش لازمه. في الختام اللي قدمه النادي الاهلي النهارده ما يتقالش عليه غير ان هو ازاي تعمل اي حاجه غير ان انت تكون لعيب كوره، ازاي تخرج بره تركيزك وما تبقاش لعيب كوره. كان الشناوي اللي بيرفع كتفه، لان احنا هي مش موضة كل ما واحد ما يأديش عمله او ما يأديش واجبه في المباراة يقوم رافع لي كتفه، اكيد مش الجمهور هو الغلطان. وامام عاشور اللي ما بيتحركش خالص، وطاهر اللي قلنا مرارا وتكرارا لو عمل ماتش 2 حلوين هيديك الموسم كله زي الزفت، وبيرسي تاو اللي مش موجود خالص في المباراة، وطبعا المفروض نضيف معاهم هاني
بس هاني طبعا في اصابه، ربنا يشفيه. في الختام اتمنى ما كنتش طولت عليكم، واتمنى الحلقه تعجبكم. سلام.